راحت تخطب لابنها، فسألت العروسة بتصلي؟ قالت لها اه بصلي. قالت لها بتدعي ربنا؟ قالت لها اه بدعي ربنا. قالت لها وانت بتدعي كده بترفعي ايدك وبتبص كده فوق؟ قالت لها اه بعمل كده. قالت لها وانت بترفعي راسك كده ما بتبصيش على العنكبوت والعفانة اللي في السقف بتاع بيتكم؟ وهنا تشكيلة الجواز، ويلا بينا خدت ابنها ومشيت. في سنة 2016 نزل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة فايدة بنسبة 20% على الشهادات. فلما حصلت الشهادة دي في نفس التوقيت كان في بنوك تانية خاصة كانت بتمنح قروض بفوائد قليلة 8% و11% و12 و13%، على حسب برضه يعني سجل تجاري بطاقة ضريبية، على حسب الناس اللي شغالة او على حسب انت واخد الكارد بناء على ايه. المهم كان بيتم منح قروض بفوائد اقل من مستوى الشهادات. فكانت ناس بتروح تاخد القروض من هنا وبتروح تحطهم في البنوك التانية من هنا عشان تاخد فرق الفايدة، وبتحط تسدد الكارت، وفي النهاية راس مالهم فين؟ في الشهادة التانية. لما تنتهي المدة هياخد راس مال. هو شال الحمام، حط الحمام، كسب فلوس من غير اي مشاكل. في الفترة دي الامور عدت مفيش اي مشكلة، وفي ناس فعلا نجحوا وعملوا القصة دي وكسبوا وربحوا مفيش اي مشاكل. حصل بقى ان البنك اول ما بيحصل اي تغيرات جوهريه في الموضوع بيعدل السياسات. خلاص الحاجه اللي بتتفهم انساها. خلاص البنك المركزي حط ضوابط للموضوع ده، ان البنك لما جه اصدر شهاده تانية اللي فاتت اللي هي ب 22.5 و25%، في نفس التوقيت بلغ البنوك الخاصه اللي هي برضه في الدوله عندنا. لازم تعرف ان كل البنوك خاضعه للبنك المركزي، مفيش بنك بيشتغل بمزاجه. البنك برضه بيشتغل وفي حد بيراقبه، في حد بيراجعه. البنك السياسه الداخليه بتاعته عادي، بس لما البنك المركزي نفسه يفرض شيء هيتم على كل البنوك. ففي نفس التوقيت قال للبنوك الخاصه محدش يطلع قروض بنسب اقل من الشهاده، بحيث ان الشهاده تشتغل، محدش ياخد من هنا ويحط هنا وما عملناش حاجه. احنا بالعكس زودنا الضغط على البنوك ان هي بقت بتطلع فلوس على الفاضي وانت قاعد تكسب على الفاضي. فوقفوا الدنيا دي، فما فيش حد عمل الحركه دي. بس جه دلوقتي البنك الزراعي وبنك القاهره بيقول لك هينزل قروض 5%. هو ايه هدف نزول القرض؟ احنا دلوقتي في حاله كساد وفي حاله تضخم، والناس لما تيجي تروح تاخد قرض عشان يفتح مشروع الفايده عاليه. ما هو الفايده عاليه هيجيبها منين؟ طب دلوقتي الفايده عاليه الناس هتشتغل ازاي؟ فالناس خايفه انا اخد قرض يبقى فايدته عاليه، هسده ازاي وهعمل ازاي؟ فالدنيا وقفت شويه. فهم عايزين يحركوا البلد، عايزين يحركوا الانتاج، البضاعه، الانتاج، الدنيا ترخص شويه. هي القصه مش هتتحل غير بكده. كتر الانتاج هو اللي هيرجع الدنيا زي الاول. فبدات البنوك تطرح قروض 5%. المفترض يعني القصه هتبقى فيها ضغط امتى؟ بعد العيد، بعد اجازه العيد هنلاقي الضغط على القروض دي. الناس عايزه ترجع تعمل نفس القصه. الدنيا اتغيرت. اول حاجه القروض نفسها مش هتطلع كده هباء وخلاص، لا القروض هتطلع لهدف. ده اسمه قرض مشروعات. انت فاتح مشروع ايه يا عم الحاج؟ فاتح مشروع عربيه، هو ممكن هيمولك بالعربيه بتاعتك، هيقول لك روح اشتري عربيه، هيوجه الفلوس ناحيه المشروع. عندك سوبر ماركت، روح اشتري ثلاجات وحاجات وبضاعه حط في السوبر ماركت بتاعك. عايز تعمل ايه؟ المهم استثمر في الحته اللي انت فيها. قرض مشروعات، وسع في شغلك، زود في شغلك، زود في بضاعتك، المهم ما تطلعش عن قصه المشروعات. لان ابنك مش معاك في الحالتين، ابنك مش معاك. انت لما تاخد قرض عليك فايده البنك، انت لازم تدفعها عشان ما يعملش عليك مشاكل. والفلوس اللي انت هتروح تحطها في شهاده، ده لو انت يعني نجحت معاك المره دي، الفلوس لو رحت حطيت شهاده الفلوس اصلا مش معاك، وانت ماضي هنا على شروط وهتمضي هناك على شروط. فخلي بالك مش هتنفع زي المره اللي فاتت. دلوقتي الامور بدات مكشوفه للبنك المركزي. الرقم القومي بتاع حضرتك دلوقتي بيتكتب، بيطلع كل بياناتك، انت فين ومعاك ايه وعامل ايه والكلام، ونظامك في التموين ايه، واخد قرض منين وحاطط فين، كل حاجه بتظهر له. فما تحاولش تبقى ناصح في وقت هو بالنسبه لهم ده امن قومي. خلاص احنا دلوقتي في مشكله، واللي مش حاسس بلا في مشكله كبيره، وكل اجهزه الدوله حاسه بوجود مشكله وبتحاول تعالجها. فاي حد هيفكر يستنصح في الفتره دي يخلي باله، عشان النصيحه مش هتنفع في كل الامور. انت ممكن يتعمل لك اجراء او حاجه يعني تخليك تخسر ما تكسبش، تخليك معرض لمساءله قانونيه ملهاش اي لازمه. فانا بنبه الناس عشان الكلام ده سمعته من اكتر من حد. الكلام ده كان معمول زمان، لما احنا هنفكر نعمله دلوقتي خلي بالك احنا معانا بطاقه ضريبيه ومعانا سجل تجاري وممكن نعمل الكلام ده، بس احذر وخلي بالك. ما تحاولش تلعب
مع البنوك، ما تحاولش تلعب مع الحكومه بالطريقه ان انت هتكسب منهم، وخصوصا في الوقت الحالي. في الوقت الحالي لازم نتبع التعليمات بجد. مع السلامه.